يعني كان ممكن ناخدهم فعلا، كانت اسماء قويه جدا وكان فيها يعني رموز. يعني حصل بقى خلاف في وجهات النظر. ابن الوز عوام يعني. ده عن اختيارهم هم، يعني هم اللي اختاروا الحقيقه مش انا. انت عندك 4 رؤساء النهارده حالي و3 سابقين على قيد الحياه. يسعد مساكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قعده سياسه على منصتنا 5 سياسه. وضيفنا النهارده الباشمهندس ياسر قوره، احد رجال الاعمال البارزين جدا في مصر، وكمان عضو الهيئه العليا في حزب الوفد. اهلا بيك يا باشمهندس. نورتنا والله. نورك يا فندم. يعني انت ليك معزه عند 5 سياسه لوحدك كده والله. وانا سعيد ان ابقى معاك والله. الله يخليك والله. هندسه، بص بقى، احنا النهارده قاعدين في قعده سياسه، فيعني نفك ونقعد براحتنا ونتكلم عن ايه؟ عن الذكريات. قول لنا بقى مين ياسر قوره؟ ياسر قوره 57 سنه، خريج هندسه من امريكا من جامعه كولورادو ستيت. ظروف سفر امريكا الاول، انا اتعلمت هنا في مصر الاول لغايه الثانويه العامه، وبعدين دخلت جامعه امريكيه هندسه ميكانيكا، ما حبيتهاش الحقيقه. وساعتها ما كانش فيه هنا في الجامعه الامريكيه في تخصص مدني، وانا كنت حابب الحقيقه مدني اكتر من ميكانيكا خالص. وقررت ان انا ساعتها ان انا ابدا اراسل جامعات بره، وفعلا راسلت جامعات بره، واخترت جامعات اللي هو 3 أو 4 جامعات من الاي في ليج بيسموها، اللي هي الجامعات اللي هي اعلى او المصنفه الاعلى في امريكا. وكانت الحقيقه دخولي لكولورادو ستيت كان يمكن له قصه طريفه جدا. ان انا لما جيت اراسل الجامعات، كان ايامينا طبعا كانت لسه، يعني الكلام ده كان سنه 89، كانت لسه بقى اللي ما فيش الانترنت وما فيش الكلام ده كله. كنا لما بنيجي نراسل الجامعات كان في كتاب للجامعات كنا بنجيبه ونبدا نشوف بقى تصنيف الجامعات في كل برانش ايه، وفي الهندسه، يعني كانت مصنفه في الاداب وفي العلوم وفي الهندسه وفي الطب، كل جامعات مصنفه في امريكا. فتخش بقى جوه الكتاب ده وتبداي تشوفي كل جامعه وتبداي تراسليها عن طريق البريد. كانت العمليه طبعا غير البساطه اللي موجوده فيها الحياه دلوقتي يعني. فانا اخترت 3 جامعات من اللي هم اكبر 3 جامعات، اللي هم يونيفرسيتي اوف ساذرن كاليفورنيا، ويونيفرسيتي اوف إلينوي شيكاغو، ويونيفرسيتي اوف نيويورك. وبعت ل3 جامعات فعلا. وبعدين كنت قاعد بالصدفه، كنا في صديق ليا كان قاعد معايا كنا في محاضره يعني، فجت بالصدفه. فبقول ان انا يعني كنت الكلام ده كان بالظبط كان في يناير 89. فبقول ان انا مسافر، ان انا يعني اخر سمستر ليا كان في امريكا في جامعه امريكيه، وهنقل امريكا. فلقيته بيقول لي انا كمان راسلت جامعه في امريكا وبتاع. فقلت له طب كويس، طب يعني اوكي هاتها، بحيث ان انا ممكن حتى لو احنا رايحين نروح سوا. فقلت له هي تصنيفها ايه؟ فقال لي لا، هي تصنيفها العاشر في الانجينيرنج، في الكونستراكشن والهيدروليكس، في اللي هي الميه والهندسه المدنيه. فقلت له طب اوكي هات الاسم الجامعه. بعت لها، فقلنا نبعت يبقى 4 بدل 3، على الاقل لو بقى في حد معايا ان انا اروح، ما بقاش رايح لوحدي والكلام ده كله، يبقى في حد برضو ايه كومباني معانا يعني. بعتنا ل4 جامعات، وبعد كده بدانا نستنى عشان تيجي القبول بتاع الجامعات عشان نبدا نقدم على الفيزا. جينا شهر 5 6 مفيش حاجه ولا جامعه، لغايه اما جينا في شهر، كنت في اخر 7، كانت خلاص الجامعات هناك بتبدا من اخر 8، اخر اغسطس بتبدا الجامعه تشتغل، يعني 26 27 8 الجامعه بتبدا تشتغل، واحنا كنا وصلنا لغايه اخر 7، لغايه يوم كنا تقريبا كان يوم 28 7 او 27 7 على قد ما اتذكر. ولقيت اول جامعه بعتها لي هي كولورادو ستيت يونيفرسيتي، وهي ما كانتش في الاولويه بالنسبه لي، يعني كنت بس اعملها لان في صديق، وما جاليش ولا حاجه من ال3 التانيين. فتوقعت انه خلاص لا يعني اترفضت، مش موجود فسالت والدي ساعتها وبتاع، فقال لي لا خلاص الخيره في مختاره الله، يبقى روح قدم عشان نقدم على الاف 1 فيزا عشان ناخدها واسافر. وفعلا رحت السفاره وقدمت، خدت الميعاد، خدت الاف 1 فيزا. يوم ما عملت الانترفيو تاني يوم لقيت ال3 اكسبتنس جايين.
واو، ده ايه الحظ ورا بعض. الحلو ده. يعني بعدها يمكن بيوم او يومين لقيت القبول بتاع الثلاث جامعات جم. فبقيت طبعا في حيره، لان انا خدت الاف 1 فيزا على كولورادو ستيت، فما ينفعش ان انا اغيرها او تغييرها بيبقى في شغلانه شويه، انا اروح السفاره اقول لهم غيروا لي اف 1 فيزا من جامعه كذا. المهم كلمت بقى صديقي اللي كان المفروض مقدم معايا، فقلت له الاكسبتنس جت وبتاع، انا عملت الاف 1 فيزا وكان انت اخبارك ايه؟ على اساس انه كان خلاص يتوجه ان انا غالبا هروح الكولورادو ستيت وهاجل القبول بتاع الثلاث جامعات لغايه ما اروح اشوف بقى اخبار كولورادو ستيت ايه، يبقى اول سمستر هناك ولو حبيت بعد كده انقل. لقيته بيقول لي انا اترفضت، فهو ما جالوش اكسبتنس. اللي قال لك على الجامعه دي وانا رحت وهو ما راحش. فقال لي لا انا اترفضت وما اتقبلتش. وبعدين فقلت خلاص يعني هي ربنا راد كده. فرحت لقيت الحقيقه الجامعه كانت شيء مهول الحقيقه، يعني حجم الكامبس بتاع الجامعه يمكن قد حي الدقي كله على بعضه. واو. الجامعات طبعا بامكانيات ومعامل وتجهيزات وكل حاجه في الدنيا. يعني هي كانت مدينه فورت كولينز دي اللي هي كان فيها الجامعه، هي قايمه اساسا على الجامعه. يعني هي الحياه فيها طول الاثنين سمستر اللي بيبقوا موجودين، مجرد ما بتخلص الدراسه البلد بتبقى ميته، لان هي قايمه على الطلبه وقايمه على الحياه، قايمه على الجامعه. يعني هي مدينه قايمه على الجامعه بشكل اساسي يعني. ورحت هناك والحقيقه الجامعه عجبتني، والحقيقه كملت بقى في الجامعه وكملت دراساتي كلها وخلصت واشتغلت بعد كده. وبعدين قررت ان انا يعني كان قدامي اختيارين، ان انا اكمل شغل بقى في امريكا او ان انا ارجع مصر. واخترت فالحقيقه اخترت ان انا ارجع مصر. يعني لظروف، يعني يمكن لظروف عائليه اكتر منها اكتر حاجه، لان انا يعني احنا ولد وبنت بس، واختي كانت مريضه وتوفاها الله يعني سنه 2015 لان كان عندها السكر والكلام ده. فطبعا كان والدي والدتي، طبعا انا عارف ان ظروف مرض نجله اختي وبتاع، فكان لازم ان انا ابقى متواجد، ما ينفعش ان انا يعني برضو اسيبهم في المرحله دي. فخلاص خدت القرار ان انا خلاص ارجع مصر وابقى موجود في مصر. وبعدين رجعت مصر، بدات اشتغل بقى في مجال الهندسه شويه، ان انا هنا عشان اعرف طبعا السوق، لان السوق في امريكا غير السوق في مصر طبيعي. ثم بدات ان انا افتح شركه مقاولات، اول شركه مقاولات صغيره، وبدأنا من هنا. بدأت المقاولات، دخلت مع الدكتور أحمد بهجت في سنة 97. ده يمكن أول مشروع كبير ميجا بروجكت يعني دخلنا فيه. فدخلنا كشركة منفذة في أعمال ملاهي دريم بارك والجولف والعمارات والفيلات. يعني أنت شاركت في إن أنت تعمل دريم بارك؟ شاركت الحقيقه، انا اللي باني تقريبا 3/4 مدينه دريم بارك. وكان افتتاحنا في 98 ديسمبر 98، كان افتتاح اسطوري الحقيقه، وكانت مصر كلها كانت موجوده جوه دريم بارك. هي اصلا مرتبطه بالذاكره عندنا كلنا، وخاصه الجيل اللي انا منه، يعني عشان خاطر دريم بارك، وكانت اول مدينه العاب وملاهي رهيبه يعني زي امريكا وزي اتاري. بقى الفكره جايه من بره واحنا نسال بقى الفكره جايه منين. الفكره كانت ثقه الحقيقه. انا بالحقيقه وان دي برضو من الحاجات، من الناس اللي هي كان لها علامات الحقيقه في حياتي، كان الدكتور احمد بهجت. يعني هو كان من الشخصيات الحقيقه اللي انا بكن لها، ربنا يرحمه، يعني بكن لها كل احترام وتقدير. وكان عقليه من العقليات اللي كانت يعني في البيزنس وفي الاستثمار كان سابق يعني الحقيقه كل الناس. يمكن دي اول مدينه اتعملت في اكتوبر كانت دريم لاند، ويعني وراها اتعمل كم من المشاريع كبير جدا الحقيقه. ودخلنا بقى في الاستثمار العقاري بعد كده، وبعدين اخر حاجه دخلنا في الصناعه، في صناعات البن والقهوه والكلام ده. يمكن هي حاجه مختلفه، بس انا بحب يعني فكره تنوع الاستثمار، بيبقى ده مطلوب في لو ما بتشتغل بقى في شركات، مجموعه شركات، فبيبقى فيها تنوع استثمار. لو حاجه بتبقى وقعت، حاجه بتشيل حاجه، فبتبقى الدنيا برضو بتشتغل. ده باختصار اللي عندي. بالنسبه طبعا شخصيا عندي ولدين 2 مهندسين، كريم 29 سنه واحمد 25 سنه، 2 مهندسين خريجين كونستراكشن جامعه امريكيه بيشتغلوا معايا. واحد بيشتغل في التجاره، غاوي في شغل التجاره اللي هو كريم، واحمد غاوي شغل الهندسه، فهو شغال في شغل الهندسه.
ده ابن الوز عوام يعني. ده عن اختيارهم هم، يعني هم اللي اختاروا الحقيقه، مش انا. انا ما دخلتش، لانه حصل برضو ايام ما دخلت هندسه كان برضو انا الوالد طبعا هو اكبر دكتور اعصاب في مصر ما شاء الله. فكان ساعتها يعني كانت القصه ان كل الناس يعني المفروض ان ابن الدكتور لازم يطلع دكتور والكلام ده. انا الحقيقه ماليش في الطب خالص، يعني مش كانش من هواياتي خالص. أيوة. فلما قلت للوالد ان انا مش هخش في مجال الطب والكلام ده، الحقيقه هو احترم رغبتي واحترم يعني قراري ودعمني وشجعني يعني في القصه. وبالتالي انا عملت برضو مع اولادي نفس الحكايه، ان انا ما وجهتهمش ناحيه حته يخشوا هندسه او يخشوا هندسه، كل واحد زي ما هو عايز، يعني هم دخلوا بارادتهم البحته يعني. طب ودخلوا بقى المجال السياسي ولا فضلوا ان هم يشتغلوا في البيزنس والهندسه بس؟ هقول لك الاثنين عندهم العقليه السياسيه وبيقدروا يقعدوا ويتناقشوا سياسه وخارجيه وداخليه. بس الحقيقه هم مش يعني لغايه دلوقتي مش حابين يخشوا قوي جوه المجال السياسه بشكل تنظيمي، يبقوا منضمين لاحزاب او منضمين لكيان سياسي او الكلام ده، لا هم مش حابين لسه الحته دي يعني. ايوه. طيب نرجع بقى للذاكره اكتر. وانت في المدرسه اكتر حد كان بيأثر في شخصيتك؟ كان يعني من الاساتذه تقصدي ولا من المدرسه، زمايلك، الموديل اللي انت كنت شايفه انك انت حابب ان انت تبقى زيه او انت عايز تكتسب من صفاته؟ لا انا يعني ما فيش حد موديل بالنسبه لاصحابي كان موديل بالنسبه لي يعني، لان احنا كلنا كنا زي بعض تقريبا يعني. لكن الموديل كان موديل خارجي يعني. انت عندك كان في موديلز، انا والدي هو مثل الاعلى في الحقيقه يعني. فهو ده كان الموديل طول عمره، الرول موديل بالنسبه لي هو كان والدي الحقيقه. ده على مستوى الشخصي وعلى المستوى المهني وحاجات كتيره. فكان دايما هو يعني هو المثل الاعلى. اصحابي انا كان ليا اصحاب كتير جدا. انا بطبيعتي يعني كنت حتى لما دخلت الجامعه كنت اتحاد طلبه فانا ليا دايما بيبقى ليا انشطه اجتماعيه كتيره، لان انا يعني ايه بقى يعني بحب المشاركه في العمل العام. احكي لنا بقى الحته دي بالتفصيل. يعني وانت في المدرسه كنت ليك في السياسه والكلام ده كله ولا؟ في المدرسه المدرسه بتبقى البدايه، ان انت في مرحله ثانوي ممكن بتبدا تتكون ان انت بيبقى ليكي بعض الاهتمامات في الحاجات. ساعات كان بيبقى في اهتمامات. كان ليا بعض الاصدقاء في 2 أو 3 كانوا برضو مهتمين بالمجال السياسي شويه، او يعني بالاخبار وبتاع. كنا ساعات بس طبعا على قدنا، لان كنا لسه صغيرين، مش ملمين قوي بالملفات السياسيه والكلام ده كله والابعاد. امتى بانت؟ في الجامعه. يعني انا بدات اهتم شويه بالقراءات بشكل اعمق طبعا في الجامعه. يعني دي اللي بدات ان انا يعني ابدا اخش في الموضوع بعمق شويه، ولغايه سنه 99 لما اتخرجت بقى طبعا ورجعت مصر واشتغلت. كان ليا صديق عزيز جدا ربنا يرحمه اللي هو المهندس حسام عوض. هو كان امين شباب الحزب الوطني ومسك المنصب سنه 99. وهو الحقيقه كان صديق عزيز وانا بحبه جدا، وكان يعني من الناس اللي هي يعني ربنا يرحمه، من القلائل اللي كنت يعني تحبي تسمعيهم وتقعدي معاهم. ويعني كان شخصيه من الشخصيات المتزنه جدا، وسياسيا كان عقليه يعني متفتحه جدا. لقيته فوجئت مره لما هو يعني تعين، فهو كان بيشكل امانه شباب الحزب اللي هي تحت لما اتعمل الحزب بقى الوطني والفكر الجديد والمرحله الجديده والكلام ده. ففوجئت في يوم لقيته بيقول لي احنا عندنا اجتماع بكره في امانه الشباب. ايوه. قلت له طب انا داخل ايه الموضوع؟ فقال لي لا ما هو خلاص انت بقيت موجود جوه الامانه. طب ايه؟ قال لي لا خلاص هو الاسم اتحط وانا بعت الاسامي وخلاص، والتشكيل اتعمل له، ال 25 اسم اتبعتوا وخدت موافقه خلاص الاسامي وانت موجود بقى. ده يعني حسام الله يرحمه هو اللي زقني بقى، تقدر تقولي بقى هو اللي زقني جوه العمل التنظيمي والعمل الحزبي. هي كانت الزقه دي كانت الزقه الاولانيه اللي هي كانت سنه 99. وبدانا نشتغل الحقيقه، واتعلمت منه الحقيقه كتير جدا في المجال التنظيمي، وهو يعني علمني حاجات كتير قوي. واشتغلت بقى من مستوى القاعده زي ما بيقول في العمل الحزبي، ولغايه 2005. يمكن هو توفى في حادثه في 2004 في الحادثه اللي هي كانت حادثه شهيره قوي، كانت في طريق الصحراوي يعني. وقعدت لغايه 2005 وبعدين حصل يعني نوع من الخلاف مع بعض قيادات الحزب الوطني كبيره، واستقلت في 2005 في نص 2005.
وتركت الحزب الوطني خالص، يعني بعدت عن الحزب الوطني. بقت قبل المعمعه يعني علاقتي بالعمل الحزبي بقى يعني توقفت في 2005. ما انا لسه كنت هسألك، هقول لك ان في ناس كتيره جدا بعد ثوره يناير بداوا يهربوا او يتنصلوا من فكره انضمامهم للحزب الوطني، فانت بتقولها بكل فخر يعني انا كنت في الحزب الوطني، فانت جيت قلت لي دلوقتي ان انت خرجت اصلا في 2005. بصراحه انا اصل الواحد عمره ما بيبقى عمل حاجه ان هو انا اصلا ما عملتش حاجه ان انا الواحد يبقى لا هو مستعر منها ولا حاجه. الحزب الوطني كان مدرسه حقيقيه اللي اتعلم لازم يكون يتعلم، لان هي دي كانت المدرسه الوحيده اللي كانت موجوده. يعني اللي اتعلم تنظيم ويتعلم سياسه. في طبعا في اخطاء كبيره كانت موجوده داخل الحزب الوطني ما حدش يقدر ينكر. في يعني فساد كان موجود في الدوله. ما هو اي نظام في الدنيا ما هو بيبقى فيه ده وفيه ده، لكن في الاخر هو انت استفدتي ولا ما استفدتيش؟ هل الناس اللي كانت موجوده هناك قدرتي تتعلمي منهم ولا ما اتعلمتيش؟ ما انت ممكن مش لازم تتعلمي السيء، لكن بتتعلمي الشيء الكويس. انت كان عندك رموز في الحزب الوطني هم قيادات سياسيه ورجال دوله، والواحد اتعلم منهم وشافهم في مواقف كتير واشتغلت مع عدد كبير منهم. فالواحد طبعا بيعمل له حاله من الثقل السياسي طبعا والثقل الفكري، وازاي يبقى عندك السيستماتيك ثينكينج او اللي هو التفكير المنطقي والمنظم. خصوصا الهندسه كمان بتدي لك الحته دي، انك لما بتيجي تحطي الهندسه مع السياسه الحته التنظيم الفكري وتنظيم الدماغ نفسها، وانك ازاي تنظمي ايه قبل ايه وتقولي ايه وما تعمليش ايه وايه بيجي بعد ايه. فدي حته برضو السياسه كده، السياسه فيها لازم يبقى فيها نوع من التنظيم، لازم تبقى عارفه ايه اللي يتقال وايه اللي ما يتقالش وايه اللي يتعمل وايه اللي قبل صحيح. ايه. فطبعا هي العمليه السياسه علم كبير، يعني مش ما هواش لمجرد ان واحد بيقرا كلمتين يقدر يتقال عليه سياسي او الكلام ده. لا الموضوع اكبر من كده بكتير. بعد مدرسه الحزب الوطني رحت فين؟ قعدت لغايه الثوره ما كنتش منضم للاحزاب، يعني ما دخلتش اي احزاب خالص. بعد الثوره بدات ان انا اعود تاني للعمل السياسي بشكل مختلف، نظرا للانفراجه الكبيره اللي حصلت بعد 2011، ولغايه اما جاء انتخابات 2012 وانضميت مع الفريق شفيق في الحمله الانتخابيه. ثم بعد كده اسسنا حزب الحركه الوطنيه، واشتغلنا في حزب الحركه الوطنيه واسسنا ائتلاف الجبهه، كان ائتلاف الجبهه المصريه. كنت انا امين عام ائتلاف الجبهه، مقرر عام الائتلاف يعني. واشتغلنا في الائتلاف بشكل كبير وعملنا في 2015 لما دخلت الانتخابات اللي هي توقفت في فبراير في المرحله الاولى، وعملنا القوائم ودخلنا في الانتخابات وقدمنا وقبلت الملفات. ثم حصل طعنه كان ساعتها على الانتخابات فما اجرتش الانتخابات. كان ليا بعض التحفظات الحقيقه على التحالفات اللي كانت موجوده، يمكن انا قلت هذه التحفظات للفريق شفيق ساعتها. وكان ليا وجهه نظر انه كان لازم ان احنا كان الائتلاف ساعتها كان لازم ان هو يعني يستمر بشكل مستقل، لانه كان في ساعتها قبل كان في طبعا مش عايز يعني ادوشك قوي بالتفاصيل كتير قوي، لان فيها تفاصيل كتير قوي حابين كل التفاصيل. كانت في 2015 دي، لان كان فيها اياميها كان في قائمه الدكتور الجنزوري، وبعدين بعد قائمه الدكتور الجنزوري اتشالت واتعملت قائمه حب مصر لما جه مسكها الاستاذ اسامه هيكل مع اللي هو سامح سيف اليزل الله يرحمه. وبعد كده كان المفروض ان قائمه الجنزوري هتضم كل الطوائف السياسيه وكل الاطياف والاحزاب. ثم بعد كده طبعا حصل ان هو تم اقصاء للائتلاف عندنا. فطبعا كان الكلام ده كان قبل الانتخابات بما فيش، يعني كنا يمكن قبلها ب 10 ايام ما كانش عندنا قوائم. فاحنا قدرنا ان احنا نشكل القوائم كامله، الاربع قوائم 120 كرسي بالاحتياطي بتاعهم، يعني 240 على الاربع قطاعات في اقل من 10 ايام. ودي كانت الحقيقه ما حدش كان متخيل ان احنا نقدر نعملها. عشان كده لما توقفت الانتخابات انا قلت للفريق شفيق ساعتها سياده الفريق احنا مش عايزين نخش في اي تحالفات، هنخش في اي حاجه وخلينا نكمل يعني بنفس الشكل اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. خلاص هنشتغل لوحدنا، ننزل بقوائم. واحنا كان عندنا فرصه الحقيقه في قائمه او قائمتين، يعني كان ممكن ناخدهم فعلا قائمه اسماء قويه جدا وكان فيها يعني رموز. يعني حصل بقى خلاف في وجهات النظر. فلما رجعت بعد ما توقفت الانتخابات ده واتلغت الانتخابات وتاجلت، فكان المفروض ان الفتره دي هيبقى فيها اعداد للائتلاف.
رجعنا بعد كده للائتلاف، يعني كان بعض الاحزاب خرجت وبعض الشخصيات خرجت انضمت لحب مصر، وبدأنا عشان نكمل. فكان لقيت انه في توجه تاني انه نرجع تاني لفكره الائتلاف مع قائمه حب مصر والكلام ده. انا كان ليا اعتراض عليه الحقيقه شديد جدا، لان نظرا اللي حصل قبل كده في المرحله الاولانيه يعني. صحيح. وفي الفتره دي انا ابديت اعتراضي وقدمت استقالتي للفريق. قلت له يعني انا عندي اختلاف في الحته دي، وانا شايف انه مش من مصلحتنا ان احنا نخش في الكلام ده، واستقلت من الائتلاف ومن الجبهه من الحزب. كان ساعتها الدكتور سيد بدوي عرض عليا اكتر من 3 مرات الانضمام لحزب الوفد. كنا في كذا لقاء، كان في لقاءات اللي كانت بتجمع الاحزاب ايام الائتلاف الجبهه المصريه والتنسيق ما بين الاحزاب عشان الائتلاف الانتخابي والكلام ده. فتقابلنا في كذا لقاء، فعرض عليا فكره الانضمام للحزب الوفد. بعد ما سبت الحركه الوطنيه كان في عندي فكره ان انا اعمل حزب، تاسيس حزب، وكان معايا مجموعه كبيره من الحركه الوطنيه خرجوا معايا من الشباب وجيل وسط ان احنا نعمل حزب. وفعلا بدانا في تاسيس حزب وسميناه حزب المستقبل. بس الحقيقه التجربه ما كملتش، لانه احنا على ما خدنا الموافقه بتاعه لجنه شؤون الاحزاب ادوها لنا قبل قفل باب الترشيح ب 48 ساعه. فالحقيقه طبعا هي اجهضت الفكره ده خلاص. كنا هنقعد 5 سنين لسه الحزب على ما يبدا يخش تاني. وبالرغم ان انا كان عندي يعني كان من او يعني في الحزب من القيادات اللي انضمت معانا في الحزب او من الكفاءات الحقيقه والرموز اللي دخلت الحزب 4 منهم بقوا نواب. يعني احنا كنا هنبقى حزب، احدهم كان دكتور كريم سالم. فاحنا كنا هنبقى اول حزب اتاسس من 4 شهور بعد 4 نواب ما شاء يعني. الله. فكان الحقيقه كنا هنبقى عاملين شكل يعني مختلف. بس لما حصلت القصه دي فوجئت باول تليفون لما انا اعلنت في بيان رسمي ان احنا خلاص، لما جات لي الموافقه قبليها ب 48 ساعه، فقلت خلاص يعني ما قدر الله ما شاء فعل، وعملت بيان يعني حزب المستقبل لن يخوض انتخابات لا بشكل فردي ولا بشكل قوي. اول تليفون لقيته جاي لي كان من الدكتور سيد بدوي. قال لك تعالى قال لي اظن كده خلاص بقى وانت اعلنت ان انت مش نازل انتخابات تيجي معايا. ودي كانت بدايه الحقيقه انضمامي للحزب الوفد. وعايز اقول لك على حاجه بقى بالنسبه لحزب الوفد الحقيقه يعني. لا احنا هنتكلم كتير عن حزب الوفد. يعني حزب الوفد فيه شيء يختلف عن اي حزب تاني الحقيقه يعني تخش حزب الوفد بتحسي بحاله نفسيه مختلفه تماما عن اي حاجه تانية. عبق التاريخ بقى، عبق التاريخ وعلى هيبه المكان، على حاجات كتير قوي. يعني بتخش حزب الوفد فعلا احساس مختلف عن اي مكان تاني بتخشيه. بيت الامه هو عريق وليه تاريخه، لكن ما يحدث داخل اروقه باب بيت الامه الان يعني مخلي الناس تشوف حزب الوفد في حته تانية. ايه اللي بيحصل؟ الناس عامله كده ليه؟ بيتخانقوا مع بعض بالطريقه دي ليه؟ ايه التصريحات الغريبه اللي بتطلع حوالين حزب الوفد كل شويه؟ ويعني انا مش عايزه اقول تصريح معين علشان خاطر يعني ما نبقاش بنوجه لاتجاه معين، ولكن ما يحدث داخل اروقه حزب الوفد الان هو امام الجميع على مرأى ومسمع. بيقلل او نازل كده ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ لما تتكلمي على حزب بقاله 105 سنه طبيعي ان هتلاقي فيه يعني ايه تنافسيه، وهتلاقي فيه صراعات ما بين القديم والجديد. وفي ناس بتعتبر انه اللي جاي من اللي مش من اسره وفديه فهو وفدي ومستوفد. فالكلام ده كله طبعا يعني خلينا نقول ان هو في الوفد بيعمل حاله، يعني الوفديين عندهم عصبيه شديده جدا لحزبهم. يعني اي وفدي النهارده بيبقى يعني عشان كده بقول لك الوفد في حاله غريبه، لان الوفد لما بتنضم للوفد انت بتخشي جوه حاله مختلفه. بتحسي ان الوفد لا الوفد بتاعي انا، ما ينفعش حد يخش يشاركني فيه. فهي بتبقى حاله كده، فهي حاله من الغيره على الحزب، على انها غيره على الوفديه، غيره على فدي نتيجتها انه بيتولد عنها انه بيبقى فيه خلافات وبيبقى فيه صراعات الى ان يحدث حاله الانصهار والاندماج بقى. يعني انه الكوادر الجديده، لانه هي سنه الحياه انه لازم يبقى في تغيير، ولازم يبقى في يعني تسليم واستلام، ولازم يبقى في اجيال تسليم اجيال لاجيال يعني القصه دي طبيعيه. لكن بالنسبه للوفديين ما بتبقاش طبيعيه قوي، لان هم ما بيتقبلوش قوي يعني دخول حد من بره الوفد بسهوله، الا لما فعلا يقتنعوا ان هو لا يصلح يبقى وفدي.
يعني يقدر ان هو ياخد الختم الوفدي، هي كده. لكن فكره ان اي حد يخش، لا، ما بيبقاش سهل ان هو يعني يقبل داخل الاسره الوفديه. لا لا، عمليه مش سهله خالص. لكن فكره انه يبقى بيحصل في عندنا مشاكل داخل الحزب طبعا. بس يعني خلينا نقول انها الوفد مش في افضل حالاته، لكن خلينا نقول ان الوفد يمرض ولا يموت، لانه الوفد دايما هو بيت كل المصريين، ودايما هو الملاذ والملجأ لكل المصريين. لو اي حاجه بتحصل هو اول من يكون في صداره المشهد ومدافع عن حقوق المصريين. بس لكن في مشاكل هتتحل وهتخلص. والوفد سنه يعني الديمقراطيه، الاليه الديمقراطيه جوه الوفد بتخلي دايما انه الامور فيها تغيير مش ثابته، لانه الوفد لا يملكه حد، يملكه المصريين كلهم مش الوفدين بس. فبالتالي انت عندك آلية ديمقراطية في انتخابات هيئة عليا وفي انتخابات رئاسة وفد، فانت عندك الآلية دي موجودة، بدليل ان انت عندك النهارده حاليا ربنا يديهم الصحة يعني دكتور محمود أباظة، دكتور سيد بدوي، مستشار بهاء أبو شقة، النهارده الدكتور عبد السند يمامة. انت عندك 4 رؤساء النهارده حالي و3 سابقين على قيد الحياة. مين حزب في مصر النهارده عنده رؤساء سابقين بآلية ديمقراطية بانتخابات صندوق؟ مفيش حد. فلما تيجي نتكلم على الوفد، في اليات، في لائحه، في كل حاجه، لكن في بعض الاخطاء موجوده، لكن كله هيتحل، يعني كله بيتحل، مش هنروح بعيد. انت كنت مع فكره ان دكتور عبد السند يمامه يخوض فكره الانتخابات الرئاسيه ولا لا؟ انا مع خوض الانتخابات الرئاسيه طبعا، لانه هو دور اي حزب في الدنيا يعمل ايه؟ ما هو دوره الوصول للحكم. هو اي حزب يؤسس له ايديولوجيه وله برنامج وله فكر، وبالتالي هو عايز يوصل بفكره وبرؤيته انه يوصل للحكم عشان ينفذ البرنامج بتاعه. فبالتالي ده الطبيعي انه اي حزب انه عايز يخوض انتخابات. انا ببقى دايما مع شرعيه او اتخاذ الاجراءات اللائحيه في اي شيء، بس. فانا طبعا، لكن فكره ان احنا ناخد انتخابات رئاسيه، اكيد ان الوفد لازم ياخد انتخابات رئاسيه ولازم يبقى متواجد. مفيش انتخابات هتعمليها هتبص عليها من العالم كله يبقى ما فيهاش شعار الوفد موجود. يعني لازم الوفد يبقى متواجد في اي انتخابات، لان هي دي اللي بتضفي صبغه تنافسيه على اي انتخابات. تواجد الوفد بيدي اهتمام اعلامي في الخارج. النهارده الاعلام لما حضرتك تسافري في اي حته، اما الرئيس بيسافر في اي حته، اول طرح بيبقى موجود من على لما بيبقى في اي ملف خاص بملف الحزبي او ملف سياسي، بيبقى طرح اسم الوفد، لان هو ده التاريخ، تاني اقدم حزب في العالم وموجود في مصر. فطبيعي انه يبقى الاهتمام الاعلامي دايما بحزب الوفد. يعني هقول لحضرتك على حاجه، في 2018 لما كان عندنا الترشيح، كان في نيه لترشيح الدكتور سيد بدوي في انتخابات 2018. انا عايز اقول لحضرتك ان يوم اجتماع الهيئه العليا اللي كان فيه القرار بتاع اما نخوض انتخابات او لا، ودي من ضمن الاليات الديمقراطيه في الوفد، ان الهيئه العليا رفضت خوض انتخابات في 2018. لكن لما تشوفي حضرتك الاهتمام الاعلامي اللي اتعمل يوم الاجتماع الهيئه العليا والتغطيه من جميع وسائل الاعلام الداخليه والخارجيه والاقليميه، كان يمكن اكتر من وسائل الاعلام اللي كانت بتبقى موجوده ايام جبهه الانقاذ. لانه ده يوري لك حجم الاهتمام وحجم اهميه حزب الوفد في الوسط السياسي. فهو طبعا وجود الوفد دايما في اي تنافسيه انتخابيه طبعا يعني اساسي، لازم يبقى موجود. طيب قول لنا بقى، الحب زارك ازاي؟ ولا اتجوزت جواز تقليدي؟ لا، مش تقليدي قوي، لكن احنا عن طريق احنا عائلي. يعني انا والدي وحماية كانوا اصحاب من حوالي 50 سنة، من سنة 78. واو. فهو الموضوع كان يعني حب عائلي، ان هو انا اتعرفت على مراتي عن طريق ان هم احنا كنا دايما الاسرتين بنسافر مع بعض وبنخرج مع بعض وبتاع، ومن هنا نشأت الحقيقه يعني قصه الحب من هنا. وكانت الارتباط جاء من الحته دي. لا احكي لنا، ما ينفعش انت تقول لنا كلمتين كده. لا احكي لنا. هي كانت كده يعني امتى؟ يعني وانتوا عندكم كام سنه؟ قبل ما تخش الكليه ولا بعد الجامعه؟ لا بقى وانا في الجامعه الحقيقه، يعني ما كانش في اي حاجه الا بعد الجامعه يعني. ولما سافرت امريكا ورجعت قبل ما اخلص بسنه حصل خطوبه، وبعد كده لما رجعت مصر اتجوزت سنه 95. فده بالظبط يعني التسلسل بتاع الاحداث.
طيب مراتك بقى ما بتقولكش مثلا كفايه بقى البيزنس، احنا ناقصين صداع السياسه، انت بتقعدش معايا، انت ما الزن بتاع الستات اللي احنا كلنا عارفينه، اخباره ايه في البيت عندها؟ هي متعوده بقى خلاص، يعني هي اتعودت ان انا بيبقى عندي، يعني هي موضوع السياسه طبعا بياخد وقت، ده اكيد مع الشغل، فطبعا الوقت اللي بيبقى موجود في البيت بيبقى ما هوش طبعا مش كتير يعني. لكن هي بحكم يعني انا متجوز من سنه 95 فبقالي 30 سنه، فخلاص هي اتعودت بقى ان انا ببقى يعني انه اهتمامات ده وده، فهي لكن انا بنحاول نوفق الاوقات، يعني ان انا ابقى متواجد بشكل يعني بقدر كافي يعني. لكن طبعا هي اتعودت ان انا ببقى موجود فترات كبيره ما بين السياسه وما بين الشغل، وعندي سفر لان عندي شغل بره برضو في الامارات والكلام ده، فبسافر كتير، فبين ده وده وده طبعا يعني بيبقى تواجدي في البيت بيبقى بنسبه قليله يعني مش كتير. هي بتشتغل ولا ربة منزل؟ لا، هي استاذه في الجامعه، استاذه في كليه الطب في جامعه القاهره، وحاليا هي رئيس مستشفيات معهد الاورام. واو، ده الطب والهندسه ما خرجوش من بيتكم. انا الاسره عندي كلها طبيه يعني، والدي والدتي واختي الله يرحمها ومراتي دلوقتي، يعني هم كله يعني الطب عندنا متوغل في العيله. طب ما هي الست مش فاضيه، بسم الله ما شاء الله، يعني استاذ في كليه الطب، فهي مش فاضيه بقى ولا؟ طب تفتكر لو كانت فاضيه كانت هتزن ولا ما كانتش هتزن؟ انا مؤمن ان الست لازم تشتغل اصلا، يعني الست ما ينفعش الست تقعد فاضيه، يعني هو لازم الست تبقى بتشتغل، لازم يبقى اي نوع من انواع الشغل، بس هي لازم يبقى عندها يعني فتره من الوقت انها لازم تبقى بيشغل جزء من وقتها، لانها بيبقى فيها بيخليها تبقى مخها حاضر، بذهنها حاضر، بتفكر، بتحتك بمشاكل، بتحل، يعني بياخد جزء من تفكيرها ومن مجهودها ومن وقتها، بحيث انه بيفتح مداركها لحاجات كتير. فانا مؤمن لازم الست تبقى بتشتغل طبعا يعني، لكن ما تبقاش الست قاعده في البيت. طيب يعني الفكره بقى فكره ان هي شالت مسؤوليه الولاد وانت مسافر طول الوقت، ما كانتش بتحس ان ده عائق في حياتها وهي بتشتغل واستاذ في كليه الطب وشغلانتها صعبه، الدكاتره الوقت اصلا مش ملكهم وانت مش فاضي ومش موجود، هي كانت حاسه بايه وهي في وسط المعمعه دي؟ لا، ما هي كانت هي فعلا كانت شايله يعني مسؤوليه الولاد في الفتره الاولانيه وهم صغيرين طبعا، بس كان كله بيبقى بالتنسيق معايا، يعني دايما بتبقى بتقول لي ده في كذا، فبننسق المواقف، بننسق قرارات، بقول لها ده ده لا ده، يعني هي ما كنتش بسيبها يعني انها تبقى برضو يعني ايه شايله الموضوع لوحده، لكن هي بتبقى بقى المشاكل اليوميه هي اللي بتبقى شايلاها بقى مع الولاد ومذاكره الولاد والنوادي والخروج، لكن الحاجات اللي هي الاساسيه والقرارات المصيريه والحيويه في حياتهم لا، كنت لازم ابقى انا يعني ببقى انا صاحب قرار فيها ومشارك في القرار بشكل اساسي يعني. في رجاله كتير جدا في السياسه، سياسيين، ويعني انا عايزه اقول من اول القيادات الكبار لحد القيادات الصغيرين لما بيشتغلوا في السياسه بياخدوا زوجاتهم معاهم ينضموا الاحزاب، ياخدوا لهم منصب اهو موجودين معاهم في الحزب السياسي. انت ليه بقى ما فكرتش ان الدكتوره تنضم للحزب معاك، او ان هي تكون حتى بتمارس السياسه بشكل او باخر؟ لا، ما يعني مش يعني انا ما بتحبش، اولا هي مش من المحبين قوي لموضوع العمل السياسي، مش مؤيدين لي قوي، زائد انه يعني العمل السياسي بالنسبه للست عمل مرهق جدا وهيبقى صعب وهياخد وقت كتير، وهي المفروض هي متفرغه، يعني المفروض هي متفرغه للجزء اللي انا مش موجود فيه، اللي هو كان الاهتمام بالبيت والولاد والكلام ده كله. فلو هي مع الشغل وسياسه والكلام ده لا، ما اعتقدش ان هو هيبقى يعني هتقدر انها توفي ما بين كل ده، لازم حاجه هتسقط في النص. لكن فهي كمان بما انها كمان مش مهتمه قوي بحته ممارسه العمل السياسي يعني، فده طبعا فكان يعني ده كان ميزه، وانا ما كنتش عمري يعني بزق في الحته دي خالص ولا بعرضها يعني حقيقه. طيب سؤال بقى، بما ان حضرتك رجل اقتصاد وانا عارفه ان انت ليك باع كبير جدا في موضوع الاقتصاد والاستثمار، فانا عايزه اسال حضرتك سؤال سياسي جدا، ايه رايك في اللي بيحصل دلوقتي في اقتصاد مصر؟ احنا عندنا طبعا عندنا كبوه موجوده، كبوه اقتصاديه، في ازمه اقتصاديه موجوده في البلد. يمكن لما الرئيس خد البلد كان فيها مشاكل كتيره جدا، مشاكل اقتصاديه كبيره جدا، كان في عندك نقص في خدمات كتيره، كانت البلد محتاجه تتوسع،
وفي نفس الوقت عدى عليكي ازمات اقتصاديه خارجه عن ارادتنا برضو. فبالتالي انت وصلت الى مرحله النهارده فيها مشكله، او يعني مشكله اقتصاديه مؤثره بشكل مباشر على كل مواطن مصري نتيجه انخفاض العمله بطبيعه الحال ادى الى ضغوط شديده جدا على المواطن المصري. لكن هناك حلول. ما نقدرش نقول ان النهارده انه البلد النهارده يعني وصلت الى مرحله الافلاس وان مرحله الضياع والشعارات اللي بعض الناس بتقول لا ما فيش حاجه اسمها كده، لان كل حاجه وليها حلول، وهناك حلول قابله للتنفيذ، وممكن في حلول موجوده ان احنا نقدر نخرج من الازمه. النهارده العالم قد يكون في مشاكل بتحصل النهارده وقرارات بتحصل بره كارثيه، لكن انا شايف انها في مصلحه مصر احنا نستفيد بيها. لما ترامب النهارده اعلن ان هو هيعمل جمارك على الصين ب 145% على المنتجات الصينيه. طب ما هو لازم يكون في بديل. البدايل اللي تطلع هنا بقى من هنا دول زي مصر، احنا لازم النهارده نستغل فرص زي كده، ان انا ابقى النهارده انمي الصناعه وانمي التصدير، اجيب المصانع الصينيه اللي بتصنع في الصين النهارده اخليها تصنع في مصر، فيبقى المنتج النهارده بقى منتج مصري صنع في مصر، وابدا اصدره، اجيب استخدام عماله اجنبيه النهارده اتعلم العماله المصريه واكبر من ملف التصدير بحيث ان ادخل عمله صعبه بشكل كبير تعوض لي العجز اللي موجود. فبطبيعه الحال هنبدا نخفض سعر الدولار. لا، في حلول كتير موجوده وفي ازمات موجوده النهارده احنا نقدر نستغلها بشكل ايجابي، اللي هي الناس كلها بتصلها بشكل سلبي. لا، في حلول كتير ممكن نعملها، في حوافز استثمار ممكن تتعمل لجذب رؤوس اموال من بره. ممكن، لا انا اعتقد ان دي كانت من الحاجات اللي هي لازم تطرح بشكل مختلف عن اللي موجود دلوقتي. يمكن في كذا رؤيه بالنسبه لحته الاستثمار بشكل خاص، ان احنا ازاي محتاجه شويه تعديلات وبعض الحوافز محتاجه تطرح عشان نقدر نبقى احنا مناخ منافس. لان انا عندي النهارده منافسه كبيره جدا حواليا، انا عندي المغرب بتنافس، عندي الامارات بتنافس، عندي الاردن بتنافس، عندي السعوديه النهارده داخله في منافسه عنيفه جدا وبتفتح استثمارات بشكل كبير وبتعمل تسهيلات النهارده مستثمرين. انا عندي حواليها في تنافسيه شديده جدا، فبالتالي لازم ان انا ابدا احط هنا قيمه تنافسيه، ولازم يبقى انا عندي ايدج مختلف، عندي حاجه يعني شيء مختلف يقدر يجذب المستثمر انه يجي عندي مصر. القصه دي في افكار جديده، في كتير، وفي حاجات كتير ممكن تتعمل، واحنا قادرين ان البلد تقوم تاني، واعتقد ان هي يعني ما عندناش مشكله حتى بالرغم من الازمه اللي موجوده. لا، احنا قادرين ان احنا نقوم البلد تاني يعني. هتدينا اكسكلوزيف لخمسة سياسه وقعده سياسه النهارده ولا ايه؟ فعلا يبقى في منتدى اقتصادي استثماري عشان يناقش كل المعوقات والمشاكل الخاصه بالاقتصاد والاستثمار، عشان نقدر نطرح للحكومه وتبقى على مائده الرئيس، يبقى في حلول لمختلف القضايا اللي موجوده بالتنسيق مع مختلف الاطراف، سواء كان اطراف اجنبيه او محليه، قيادات وطنيه ورموز وخبرات اجنبيه هيبقى موجوده، وهنعمل المنتدى بحيث انه في الاخر يطلع بحلول واقعيه قابله للتنفيذ بآلية نقدر نقول انها نقدر تتعرض بكره انها تقدر ننفذها على طول. مش هنتكلم في احلام ولا هنتكلم في حاجات يعني في الخيال، لا احنا هنتكلم طبقا للمعطيات اللي موجوده عندنا النهارده داخل الاقتصاد المصري وداخل الدوله المصريه، واللي احنا نستطيع نعمل بيها ايه، ومردودها هيكون شكله ايه بالارقام وبالادله وببرنامج مدروس علمي بمناقشات مجتمعيه مع كافه الاطراف المعنيه في الموضوع. وفي الختام انا بشكر حضرتك جدا يا باشمهندس، وشرفتنا في قعده سياسه، وخمسة سياسه كمان اتشرفت بوجودك، ونتمنى ان يكون في حلقات ما بيننا كتير في الفتره اللي جايه. الحلقات دي هنتكلم فيها عن حاجات كتيره جدا تخص الاقتصاد السياسي تحديدا. فانا بتشرف بيك بجد يا هندسه، وشكرا لوجودك. شكرا يا دكتوره، وانا سعيد باللقاء وسعيد بالوجود معاك، واتشرف بيك في اي وقت، طبعا تحت امرك في اي وقت. ربنا يخليك يا رب يا هندسه. شكرا ليكم، ونشوفكم في حلقه جديده من برنامجنا قعده سياسه على منصتنا خمسة سياسه. اوعوا تنسوا تتابعونا وتشوفوا البودكاست اللي فات والبودكاست اللي جاي. باي باي.